السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. هنعمل مع بعض القرص الفلاحي بطريقة جميلة جدا وطرية وطعمها خطير جدا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. ايه رأيكم في القرص الجميلة دي؟ هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نبدأ نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول لكم احنا عملناها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وطريقة وجميلة طعم حكاية. يلا بينا نسمي الله كده ونبدأ نعمل مقاديرنا سهلة وبسيطة. هنعمل كيلو دقيق، وهنقول لك كمان الكمية هتقطع كمية كتيرة معانا. احنا كمان سوينا نص الكمية، وبعدين سوينا نص الكمية التانية بعد ما خلصنا الفيديو. لو عندك لبن حليب راب منك ومش عارفه تعمليه بويه، احلى حاجه تعمليه بها القرص الطريه او العيش البكاكيني. اللبن الرايب، اللبن اللي بيبوظ منك ما ترميهوش، تعملي بيه احلى قرص. لو حابه ان انت بقى عندك لبن حليب وعايزه تعملي منه قرص، تسيبيه بات ليله في بره التلاجة. بعد ما تغليه بتسيبيه ليله بره التلاجة بيرب منك. او لو عايزه تعمليه بسرعه بتحطي معلقه زبادي او معلقه خل عليه وبتسيبيه حوالي كده نص ساعه، بيبدا بقى يرب منك وتعمليه احلى قرص. بتبقى جميل جدا. وعايزه تعمليه باللبن الحليب عادي، بس باللبن الرايب بتبقى افضل واجمل، والقرص معاكي طريه وكده وطعمها جميل جدا. زي ما انتم شايفين بالطريقه دي هنعمل كيلو دقيق. معانا دقيق سايب، يعني دقيق عادي سايب. لو عايزه تعملي اكياس، اي دقيق، نوع دقيق ده ينفع لجميع الاغراض، بتبقى جميل جدا. هنبدأ بقى هنا كيلو دقيق هننخله عشان تبقى القرص معانا كده هشة وجميلة كده. هنبدأ اي دقيق، اي مخبوزات بتبدأي تنخلي الدقيق عشان العجينة بتبقى معاكي هشة وجميلة كده. هنبدأ كده نذكر الله كده ونسمي الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنبدأ هنا حاطين 5 معالق سكر، معلقة كبيرة زي ما انتوا شايفين، ورشة ملح بسيطة. وهنبدأ بقى هنا معانا مكعب خميرة بيرة، او لو عندك خميرة فورية. الكيلو دي بياخد باكل خميرة اللي هو 10 جرام، او معلقة كبيرة مليانة. هنا خلاص كده زي ما انتوا شايفين. هنحط بقى على الخميرة البيرة حبة لبن كده وندوبهم، وهنحتاج كوباية لبن وكوباية مية. وكوباية المية بنحطها بالتدريج عشان ممكن الدقيق معانا ما تحتاجش كوباية المية كلها. مكعب الخميرة هنا من فرولات زي ما انتوا شايفين، انا كنت حاطاه في الفريزر. بجيب قالب الخميرة وبقطعه وبحطه في الفريزر، بستخدم منه. بتبقى جميلة جدا الخميرة الكبيرة في المعجنات. بالنسبة للمعجنات الطرية بتبقى جميلة جدا. ومعانا كوباية سمنة على زيت. عايزة تحطي كوباية السمنة بس سمنة بلدي، او كوباية زيت بس، بتطلع معاكي جميلة. احنا هنا عملنا ميكس ما بين السمنة البلدي والزيت، حطينا نص كوباية سمنة ونص كوباية زيت. هنا خلاص كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. الخميرة بندوبها في مية في لبن كده عشان تفك معانا وتبقى جميلة كده. وهنبدأ بقى هنا ننزل بالسمنة الأول، وبعد ما ننزل السمنة نبدأ نبسها. القرص معانا الفلاحة بتبقى مبسوسة كده وجميلة كده، وطعمها بتبقى خطير جدا، أحسن ما بتشتريها من برا. ما بتلاقيهاش زي ما بتعمليها أبدا في البيت. هنبدأ بقى زي ما انتوا شايفين بنبسها كده شوية لحد ما نتوه السمنة كده في الدقيق. ونبدأ بقى ايه ننزل بالمواد السائلة، وطريقتها سهلة وجميلة جدا في أسهل حاجة. اللبن هنا نسيت اقول لكم، اللبن هنا انا حاطاه بيتاه في فرن البوتاجاز قبلها بليلة عشان اللبن معانا تبقى رايب كده. حابة تعملها بلبن حليب بتبقى جميلة، بس اللبن الرايب بيديها طراوة اكتر. يعني اما تجيبي مثلا اللبن تغليه وتحطيه في فرن البوتاجاز لتاني يوم، تبيتيه مثلا على الرخامة لتاني يوم مغطياه كده، بيديكي تاني يوم لبن رايب. بالنسبة اللي عايز بقى يعني مش عنده لبن رايب وعايز يعمل القرص في اسرع وقت، يعني سريعة كده، ممكن تحطي سنة خل كده على اللبن بيريب اللبن معاكي، او معلقة زبادي كده وتقلبيها في اللبن وتتركيها ساعة كده، وتبدأ يبدأ اللبن يرب معاكي، بيبقى جميل جدا. خلاص كده يا حبايبي الخميرة كده دابت معانا، نبدأ ننزل بيها بعد ما بسينا الدقيق كده وطوينا السمنة في الدقيق. ونبدأ بقى هنا نقلب كده وننزل باللبن. كوباية اللبن هننزلها كلها ونقلب، هي لسه محتاجة سوائل كتيرة. يعني هنحتاج كوباية مية بعدها، بس مش هنحطها كلها، على حسب الدقيقة معاكي بتشرب السوائل ولا لأ.
هنا خلاص كده بعد ما خلصنا جبنا كوبايه ميه في نفس الكوبايه بردك، نفس مقدار الكوبايه اللي انت بتحطي بيها المقادير. وهنبدا بقى ايه بالميه بقى بالتدريج كده. مش هن مش هنحطها كلها مره واحده، عشان نشوف العجينه معانا. العجينه بتبقى طريه كده وحلوه معانا، يعني بتلزق تلزقه خفيفه كده، يعني ايه، بيبقى سالكه في ايدك وفي نفس الوقت طريه ومش ملزقه. يعني مش كن يعني العجينه معاكي مبقاش جافه ولا حاجه. زي ما انتوا شايفين كده هتشوفوا العجينه والقوام بتاعها بتبقى طري في نفس الوقت وما بيلزقش، عشان القرص تطلع معانا طريه وحلوه. مش ان انت تسيبي العجينه جافه، لا، العجينه جافه هتطلع لك القرص معاكي ناشفه ومش كويسه خالص. احنا حطينا كوبايه الميه اهي، مبقاش الا حاجه بسيطه. وهنوريك العجينه معانا طريه وجميله جدا وما بتلزقش في ايدينا. خلاص كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. نبدأ بقى ايه نخلي العجينة كده يعني ناعمة معانا. نعملها بالطريقة دي كده وتخلي العجينة معاكي ناعمة. احنا مش بنعجن فيها كتير قوي يعني عشان ما تعملش عرق، احنا بس ايه بنخليها يعني العجينة تنعم معانا كده وتبقى كويسة معانا. وخلاص كده انا نحط بقى ايه حبة زيت كده على الوش عشان العجينة ما تلزقش كده في الطبق. وهنبدأ نتركها بقى نص ساعة كده لحد ما على حسب الجو كمان معاكي، عشان عبال ما تتفاعل الخميرة كده فيها. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله كده غطيتها. تغطيها بكيس استرتش بطبق يعني على حسب اللي موجود عندك. نبدأ بقى على الرخامة بتاعتنا كده، هنعمل صينيتين على حسب يعني مش هنعمل كلها في الصواني، عشان يعني طبعا انت هتعملي كمية قرص. الكيلو ده ما شاء الله بيقطع كمية كتيرة معانا. هنعمل صينيتين والباقي هنفرده على الرخامة وهنقولك ازاي. الاول احنا بندوره كده عشان نسيبه يرتاح 5 دقايق بس كده. يعني هنخلص العجينة كلها كده، اخر واحدة هنخلصها ونبدأ بقى نفرد من الاول كده. عشان العجينة معاكي ترتاحي تبدأي تبططيها تلاقي القرصة معاكي بتتبطط بسهولة، ومبتبقاش يعني ان هي ايه صعب في التبطيط. لا، تسيبها كده. يعني احنا خلصنا كده الكمية كلها وايه، ونبدأ بقى نعمل في اول واحدة بدأناها ونبطط على طول كده ونسوي بقى إيه، ما بنسويش على طول، بنبطط ونسيبها في الصينية او على الرقامة ترتاح لحد ما القرصة معاكي يعني ايه الخمر بتاعها كده يبقى كويس فيها. يعني بتبقى شكل القرصة كده معاكي بدأت ان هي تعلى شوية عن شكلها عن حجمها يعني الاولاني. يعني هنوريك خطوة خطوة كده. هنسرع الفيديو كده عشان مناخدش وقت معاكم ونطول عليكم الفيديو. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده تدوريها كده تدويرة حلوة. يعني انا بفرد العجينة كده واروح بعد كده عاملاها كده مدورة عشان تبقى كده فيها هوا كده من جوه وحلوة. وخلاص خلصنا الكمية كلها. الكيلو دقيق اهو ما شاء الله عمل معانا كمية قرص كتيرة. هناخد بقى واحدة واحدة كده ونبططها ونرص في الصواني اللي هنطيب فيها. بنسيبها الاول في الصينية لحد ما تتضاعف حجمها كده. يعني الحجم اللي انت شايفاه بيتضاعف كده، وبنبدأ بقى ان احنا يعني بتاخد حوالي نص ساعة كده. نص ساعة قبل في العجينة ونص ساعة في الصينية كده. احنا هنبطط كمان بقية الكمية كلها على الرخامة ونسيبها ترتاح على الرخامة. وبنقول لكم كمان ان انتوا لما تيجي تحطوها في الصواني بطريقة سهلة يعني وبالراحة كده، ان انتي عشان ما تخليش الخمر يطلع منها هنقولك تعمليها ازاي. احنا بنمشي مع بعض خطوة خطوة من الاول. يعني ما كل خطوة احنا عملناها يعني وريناها لكم عشان ما تبقى عارفين برضك ان انتي تبططيها على الرخامة. ما ينفعش ان انتي وانتي بترفعيها من على الرخامة تخلي الخمر بتاعها كده يروح، لا، مش هتطلع معاكي كويسة. هنقولك بس احنا بنحط اكياس، يعني الكيس اللي انتي حطاه على الرخامة ده بتروحي رافعاها كده بالكيس من غير ما تفضي الخمر بتاعها. هنوريك الخطوة دي كمان معانا. وطبعا احنا لما بنبططها كده على الرخامة بالكيس بردك وبنغطيها. دول الصينيتين اللي هنبدأ بقى، دول اول حاجة هنسويهم بس بعد ما ايه يتضاعف حجمهم كده. وهنروح مغطينها بكيس الاول اللي على الرخامة ده هنغطيه بكيس على الوش. وبعد كده بنحط لها فوطة كده بتاعت مطبخ عشان تختمر كده معانا اهو زي ما انتوا شايفين بالكيس كده من على الوش الاول. وبعد كده بالفوطة بتاعت المطبخ كده نضيفة، فوطة نضيفة طبعا. ونبدأ بقى ايه نغطي وشها كده عشان مش وشها ما ينشفش معانا.
خلاص كده يا حبايبي، احنا كده بنسوينا بقى بعد ما تضاعفت الحجم بتاعها كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده ما شاء الله. والصواني برضك حجمها تضاعف وسويناها كمان. وهنقولك التسوية على درجة حرارة، بتسويها على درجة حرارة 180. لو عايزة تشغلي الفرن الاول تاخد لون من تحت، وبعد كده بتشغلي الشواية على حسب الفرن بتاعك. لو شغلي الاتنين مع بعض بتشغلي الاتنين مع بعض. بنطلعها ازاي بالراحة وننزلها في الصينية، عشان لو انتي هتسوي مثلا في صينيتين الكمية كلها مش هتيجي في صينيتين. هتبدأي بقى تعملي الخطوة اللي احنا عملناها دي. وما شاء الله اللي احنا طلعناه جميل جدا، والتسوية جميلة جدا، يعني اللون زي ما انتوا شايفين كده. وفرن البوتاجاز عادي، يعني مش فرن غبيز ولا حاجة. وما شاء الله طرية معانا. اول ما بتطلعيها على طول بتفضيها، احنا حطينا الكيس كده في الطبق من تحت، وبعد كده فضيناها ونغطيها على طول بفوطة المطبخ عشان ما تنشفش وشها معانا. بس ممكن ايه، لو عندك بخاخة كده مية وتروحي بخاها كده وهي لسه في الصينية، بخة بسيطة جدا، وبتروحي بقى ايه مفضيها في طبق كده وتغطيها بفوطة المطبخ، يعني ببخاخة المية كده، وبترشيها رشة بسيطة عشان تفضل معاكي طرية وجميلة جدا. وكمان لو حابة تعمليها بحشو عجوة او ارفع السكر كده بتبقى جميلة جدا، على حسب الطعم اللي انت بتحبيه. خلاص كده، وبنسويها بقى لدرجة حرارة 180، خليها اللون الذهبي الجميل ده. وبنغطيها على طول بفوطة المطبخ بعد ما نرشها رشة كده ببخاخة المية. وخلاص كده هنكمل بقى الكمية بقى، وهنوريكم كمان الكمية اللي احنا عملناها عشان نخلص معاكم الفيديو، ونسوي بقى بقى الكمية اللي معانا. ما شاء الله الكمية معانا الكيلو عمل كمية كتيرة، يعني انت شايفين المقدار اللي انت شايفينه في الطبق ده نص الكمية. وكمان طلعت منها الاولاد كمان اللي كان عايز في وقتها. ولو حابة تفرزيها كمان تسيبيها لما تبرد وتحطيها في اكياس في الفريزر، وتطلعيها بقى في اي وقت كده تسيبيها تفك وتطلع معاكي اكنك لسه عاملاها. ايه رايكم بقى في القرص الجميله دي؟ جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. واللي يعجبه بقى القرص الحلوه دي يحط لايك ويشترك في القناه علشان القناه تكبر بيكم كده يا حبايبي. ولسه كمان معانا بقيه الكميه هي نسويها عشان نخلص معاكم الفيديو ونقول لكم بقى مع السلامه. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في حفظ الله.